السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. من أهم التحضيرات اللي بحب أحضرها قبل شهر رمضان هو العيش. وطبعا المخبوزات متوفرة طول الشهر وطول السنة في الأفران، لكن لما احنا نعمل حاجة بإيدينا بنضمن نظافتها وكمان طعمها وكمان جودة الحاجة اللي احنا مستخدمينها في الوصفة بتاعتنا. في الفيديو بتاع النهاردة هنعمل مع بعض أجمل وأطعم عيش شامي، هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة. هنعمله بالفرن اللي انتوا شايفينه ده، وكمان من غير فرن، يعني اللي عنده فرن هيعمله واللي ما عندوش فرن هيعمله. طب ازاي هيبقى مقرمش وشكله زي العيش كده اللي بيتباع في الافران وبدقيق زيرو بس؟ يعني هنستخدم ايه؟ مش هنستخدم دقيق بلدي خالص ولا حتى متوفر في المنطقة بتاعتنا. بصوا الشكل بتاعه. يلا بقى على طول نسمي بسم الله، وما تنسوش اللايك ونبدأ في الفيديو. هنجيب معانا دلوقتي 4 كيلو من الدقيق وربع معلقة من الملح، وعندي كمان معلقتين كبار من الخميرة و3 معالق كبار من السكر. هحط دلوقتي كوباية 200 ملي من المية الدافية، وقلبت الخميرة بالسكر وهغطيهم لحد ما اضمن ان الخميرة بتاعتي دي شغالة. لو الجو بارد جدا عندكم ممكن تحطوا 3 معالق كبار من الخميرة، ممكن تعملوا كده لو الجو بارد جدا جدا. لكن انا بحب لما اكون عامله كميه كبيره ان انا ما احطش يعني كميه خميره كتيره قوي. بعد بقى ما الخميره بتاعتي اشتغلت وزي ما انتوا شفتوا ما شاء الله عليت وارتفعت وحصل فوران كده، هنضيفها على طول مباشره للدقيق بتاعنا وهنعجن بميه دافيه. بننزل اول لتر من الميه ونبدا نقلب كده بالمعلقه. ما تخافوش لما تعملوا كميه كبيره، مش هتاخد منكم اي وقت، الجو برد. وحتى لو حطيتوه على بعضه زي ما هنعمل دلوقتي هتشوفوا ازاي، علشان ما عندناش مثلا ادوات ولا مساحة وعايزين نعمله كله ونفرده كله ونحطه على بعضه. ازاي هنعمل كده هتشوفوا معايا في الفيديو، ما تستعجلوش الخطوات. هنمشي مع بعض خطوة خطوة علشان ناكل احلى عيش في رمضان ويفتح نفسنا كده على السحور. مبدئيا اول حاجة هنعملها ان احنا نعجن كويس جدا العجينة بتاعتنا دي، يعني ما تكسلوش، لازم تتعجن كويس قوي قوي. هننزل باللتر التاني من المية، واهم حاجة ان المية تكون جنبنا، يعني كمية المية الدافية بتبقى جنبنا كده في حلة وما بتبقاش سخنة قوي علشان ما تموتش الخميرة بتاعتنا. المية بس كده بتبقى دافية، ونبدأ بقى نعجن. وما تخافوش، يعني العجينة بتتعجن بمنتهى السهولة. بعد ما خفيت كمية الدقيق كلها، اخدت معايا حوالي لترين الا يعني حاجة بسيطة من المية. العجينة بتاعتي بعد ما خدت الدقيق بتاعها كويس هنزلها بقى على سطح الرخامة، وهبدأ بقى اضربها زي ما انتوا شايفين كده. طلعوا بقى اقول لكم، واي حاجة مضايقاكم طلعوها في العجين، ابدأوا بقى شيلوها وخبطوها على سطح الرخامة بتاعتكم زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده. كده احنا بنربي العجينة بتاعتنا عرق. بصوا انا جايبه لكم شوية، يعني حاجة بسيطة جدا من خطوات العجين بتاعتي، لكن انا طبعا بعجن بالشكل ده كده وقت مش قليل، يعني ممكن تلت ساعة. لكن اهم حاجة ان انتوا تريحوا. وبعد كل 5 دقايق عجن انا باخد كده شوية مية في ايديا وابدأ يعني الت كده في العجينة. شوية المية دول بيخلوا العجينة بتاعتنا تطرى وتتربي لها عرق كده. ولما كمان بتريحوها دقيقة بيتربي لها عرق احسن، وكده بتاخدوا نتيجة حلوة قوي قوي. يبقى من اهم اسباب نجاح العجينة بتاعتنا ازاي تطلع حلوة ومنتفخة كده وقوامها حلو قوي وتتنفخ اول ما يعني تحط كده على النار، ان هي تكون اول حاجة ان هي معجونة كويس جدا. طبعا بقية الخطوات هنقولها في الفيديو مع بعض. معلش طولت عليكم بقى في خطوات العجن، علشان طبعا في ناس كتير جدا ما بتبقاش عارفة ازاي تعجن العجينة على ايديها، وعجناها كده بطريقة سهلة وبسيطة. وزي ما قلت لكم انا كده مختصرة جدا في العجن. حطيتها كده في طبق كبير ودهنتها من فوق ومن تحت دهنة زيت حلوة، وسبتها كده تختمر. وهغطيها كمان بفوطة مطبخ نظيفة. وبعد بقى لمرور مثلا ساعة، ساعة الا ربع على حسب الجو اللي عندي، ارتفعت معايا واختمرت كويس جدا. هناخد بقى نبدأ نكور كده من على الجنب. اهم حاجة ان انتوا ما تهبطوش العجينة بتاعتكم، يعني ما تدوهاش بوكس ولا اي حاجة خالص. من على الجنب كده هنبدأ نكور ومش هنعمل اي حاجة فيها. بصوا الكورة بتاعتي انا بحب اوزن طبعا كل حاجة، فهوزن كل رغيف هيبقى وزنه حوالي 70 جرام. الصواني بتاعتي دي مرشوش فيها ايه، هو ده السر النهاردة.
مرشوش فيها دقيق سميد. عارفين سميد البسبوسة، سواء سميد ناعم او سميد متوسط. طب احنا ليه هنستعمله؟ هو ده اللي هيدي القرمشة في العيش الشامي بتاعنا. لما بنيجي نعمل العيش الشامي او حتى نشتريه من بره بيبقى طري كده، يعني باستفزاز. يعني في ناس ما بتاكلوش بسبب ان هو طري قوي، لما بتيجي تاكله كده ما بتبقاش لاقيه له قوام حلو. علشان كده بيضيفوا دايما دقيق بلدي، او بيحبوا يشتروه من بره، يحبوا يشتروا العيش اللي هو بتاع الافران من بره. فانا هقول لكم النهارده ان دي السميد ده بيدي قرمشه كده، وبيخلي العيش بتاعنا ده طعمه حلو قوي قوي، وفيه قرمشه وقوام غير خالص يعني العيش الشامي اللي احنا متعودين ناكله على طول. كورنا كل الكمية على الصواني اللي عندنا في البيت كلها على رشة حلوة من دقيق السميد من فوق ومن تحت، وسبتها كده تختمر او ترتاح معايا خالص. ممكن طبعا لو كمية كبيرة زي اللي انا عاملاها، بعد ما تخلصوا تكوير هنبدأ في اول صينية. واحنا نستعمل النهاردة في الفرد وفي كل حاجة دي السيمولينا او السميد. فاحنا طبعا هنرش على الرخامة شوية كده من دقيق السميد، وانا مستعملة النهاردة دقيق سميد ناعم، وده طبعا يفضل احسن ما يكون عندكم دقيق خشن. رشيت رشة كده على سطح العمل، وهبدأ بقى افرده. وزي ما انتم شايفين احنا ما بنرفعش العيش بتاعنا قوي، بنخليه كده فيه سماكة بسيطة قوي. هنفرد كل الكمية وهنحطها على بعض. ازاي؟ والسؤال ده انا قلته في اول الفيديو. اللي ما عندوش مكان وعايز يفرد كل الكمية وشها كده ما يقشفش وتفضل زي ما هي طرية من فوق، هنجيب صواني وهنحط عليها فوط مطبخ او ملايات نظيفة. طرف كده من الملاية تكون مخصصة للمعجنات وبس، مش بتتفرش على السرير ابدا. يعني حاجة تكون مخصصة للمعجنات، وتبدأوا بقى كده تفردوا وتحطوا عليها بعد ما ترشوا الأقمشة بتاعتكم دي برشة برضو خفيفة كده من دقيق السميد. طب لو أنا مش عايزة استعمل دقيق السميد ومش حابة أعمل كده، ممكن تستعملي ردة أو دقيق بلدي، أو حتى دقيق زيرو، بس ده ما يفضلش قوي. يعني الدقيق الأبيض ما يفضلش قوي للموضوع ده. حطينا الكمية كلها على بعضها وهوريها لكم دلوقتي. حبيت بس أقول لكم أول طريقة للتسوية معانا هي البوتاجاز. على عين البوتاجاز من فوق هتحطي أي صينية عندك حتى لو ألمونيوم مفيش مشكلة، وهنحط الرغيف بتاعنا بعد ما ارتاح، فردناه كده وارتاح 10 دقايق وبس. بعد كده هنبدأ أول ما نحطه على نار عالية جدا جدا نبدأ نقلب. يعني أول ما نحط الرغيف الصاجة بتاعتنا أو الصينية بتاعتنا تكون سخنة، هنبدأ نقلب على طول باستمرار زي ما انتوا شفتوا. هياخد لون وهيقب معانا من فوق ومن تحت. بصوا أنا برفعه كده علشان كمان يستوي من الحروف، علشان يفضل منفوخ معايا، وهيفضل منفوخ كده. وهنفتحه وهنعمل بيه سندوتشات دلوقتي. طبعا بقية الكمية اللي أنا فرداها أو هفردها دلوقتي يعني هنسويها بقى في الفرن البلدي اللي هو فرن الغاز أبو أنبوبة ده، لأن ده طبعا بينجز معايا عشان بياخد كذا رغيف. حبيت أسوي على البوتاجاز علشان طبعا في ناس كتير قوي ما عندهاش أفران زي اللي عندي دي. ممكن كمان تفتحوا الفرن بتاع البوتاجاز العادي خالص وتسوي كده على الصاجة من تحت كام واحد جنب بعضهم، مفيش مشكلة يعني. بس طبعا ما تشغليش بقى الشوايه عشان درجه الحراره على ايديكي ما تكونش سخنه قوي. فانت هتشغلي من تحت بس ويسخن قوي قوي، وتبداي برضو تحطي كام رغيف جنب بعض وتبداي تقلبي على طول زي ما بعمل كده. بصي بقى انتفخ معايا، ولما بيتفخ كده يعني انا بضغط عليه بسيط علشان اوزع الحراره جواه ويستوي كله تسويه كويسه جدا. بصوا بقى ما شاء الله انا سبته 5 دقايق كده لسه منفوخ زي ما هو. دي كده التسوية على البوتاجاز. ما شاء الله الريحة حلوة جدا جدا. تعالوا بقى نفتحه كده من الجنب واوريكم بقى من جوه عامل ازاي. كل كلمة بقولها في الفيديو خلوا بالكم منها. بعد ما بنفردهم كده على أقمشة نظيفة رش عليها رشة دقيق سميد بسيطة، وده يفضل يعني جدا جدا، أحسن بكتير من الدقيق الأبيض. وهنسيبهم 5 دقايق أو أول صينية احنا عملناها أو فردناهم على بعض هنبدأ فيها. طبعا أنا حاطة كل الكمية على بعضها، فطبعا اللي محطوط فوق هو آخر حاجة أنا عملتها، علشان كده سيبته حوالي 5 دقايق. شغلت الفرن بتاعي وسخنته كويس جدا. الفرن ده بيتسخن من قبلها ب10 دقايق، وبعد كده هنشغل الجوانب
مش مرتفعة قوي. يعني عارفين انتوا العيش البلدي بتاع الفلاحين اللي هو بترح، الناس الفلاحين هتفهمني طبعا، ده بيحتاج درجة الحرارة عالية جدا، يعني النار اللي في الجنب دي تكون واصلة لبعضها. لكن العيش اللي احنا بنعمله ده درجة حرارة الفرن بتكون هادية، يعني لا عالية قوي ولا منخفضة، فعلشان كده بتبقى حنينة كده كمان علينا احنا، يعني منكونش حرانين قوي واحنا شغالين قدامه. زي ما انتوا شايفين كده انا بحذف كل الكمية او بحطها كده سواء بايدي زي ما هوريكم دلوقتي، او حتى بمطرحة، وهنبدأ نلفها كده بالعود الحديد اللي انا وريته لكم او شغالة بيه. واول ما يطلع كده لازم اكون حاطه برضو قماشه كبيره على صينيه وتكون نظيفه مخصصه للعجين، ومش هنحطه على بعض. لو انتوا بقى عايزينه مش مقرمش، لو عايزين الوش بتاعه عادي حطوه على بعضه، لكن انا عايزه الوش فيه قرمشه بسيطه كده، عشان كده ما حطيتوش على بعضه وهو سخن. وطبعا بين كل شويه ارغفه انا برميهم بمسح الصاجه بتاعتي، لان انا حاطه دقيق سميد من تحت وده بيتحرق وممكن يلزق في العيش بتاعي. بصوا بقى كده تتابعوا كل الارغفه اللي انتوا حاطينها دي، خصوصا اللي عند الجوانب، لانها بتاخد لون بسرعه من الجنب، فبتقعدوا تلفوها كده وتشتغلوا في كل العيش بتاعكم. بعد ما اخلص كل الكميه وسبتهم بقى كده لحد ما يبردوا، هوريكم دلوقتي وكمان هسمعكم القرمشه. الريحه بقى ما شاء الله، الله اكبر، اللهم بارك يا رب، ريحه حلوه جدا جدا. دقيق السميد بيخلي فيه ريحه جميله قوي للمخبوزات. كمان القرمشه الحلوه اللي في العيش بتاعنا بتحسسنا ان هو محطوط فيه دقيق بلدي، كانه كده فيه رده، لكن في ناس كتير ما بتحبش الرده، فعشان كده انا عامله بديل النهارده حلو قوي. بصوا بقى كده هيفضل منفوخ. طب ازاي هيتحط عندنا في الفريزر واحنا عاملين كميه كبيره جدا؟ لا مش هيفضل منفوخ كده، احنا هنضغط عليه كده بالراحه وهنحط كميه يعني شويه على بعضهم، شويه شويه، ونحطهم في اكياس ونربطهم وندخلهم الفريزر عادي جدا، يعني مش هياخد معانا اي مساحه. طلعوا بقى العيش ده كده في السحور، اعملوا منه حطوه في شوربات، يعني شوربه، يعني كسروه كده وحطوه في شوربه، هيبقى طعمه حلو قوي. سقوا الاولاد الصغيرين في حليب او عسل، هيبقى جميل جدا وطعمه حلو قوي، هيعجبهم. تعالوا بقى نسمع القرمشه. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو النهارده عجبكم ويكون بسيط، ويكونوا يعني طلعتوا منه باي معلومه. ولو عندكم طبعا اي سؤال انا بجاوب عليه في التعليقات، وانتظروني في فيديو جديد. بس طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو انت لسه جديده على القناه بتاعتي، علشان يوصلك كل اشعار بكل فيديو جديد هنقدمه. وانتظروني فيديو جديد. السلام عليكم.